نداء من اخوكم فارس العتيبي، المملكه العربيه السعوديه. اقسم بالله اقسم بالله احنا كعرب مستهدفين، ولا تكونوا يعني عقول صغيره. مصر ام الدنيا، مصر 7000 سنه حضاره، مصر اول من علمت الطب واول من علمت كل شيء. مصر يعني ايش اقول لكم، في العلم، في الثقافه، في كل شيء مصر علامه، مصر ولاده. لا تنساقوا التخاريف غربيه ولا افكار غربيه يقصدون بها الشعب المصري وكل شعب مصر. انتم شعب ما شاء الله عليكم، فيكم شباب مثقف، فيكم العلم، فيكم التكنولوجيا، فيكم التقدم. انتم مصر ام الدنيا، وهذه كلمه مو من فراغ، هذه كلمه تحمل كل المعين. فعلا مصر ام الدنيا. اما بالنسبه للرئيس، تحيه غاليه الى الرئيس محمد حسني مبارك، مشكور ابو علاء مقصر. احنا كلنا بنحبك، وانت فعلا انا كلمه بقولها وسأظل اقولها، انت فعلا يا ريس انت الدينامو المولد لكل العرب، لكل العالم العربي. مشكور مقصر. وبعدين يا اخي يعني كل واحد يعني ايجابيات وسلبيات، لا يعني دائما لا نفتكر الشر، دائما نفتكر الخير وخلاص. يعني عفى الله عما سلف. وبعدين لا ننسى كل العرب، مصر وكل العرب. معروف ان الرئيس ما شاء الله دماغ مدبر ومتكتل كل العرب مو مصر بس. وانا قلت مقوله وبقولها مره ثانيه، انه الرئيس مبارك دينامو العرب، ترى يعني هو مولد لكل العرب وهو العقل المدبر لكل العرب. هذه بالامانه اقول لك ايش، يعني هذا كل الشعوب فيها الكويس وفيها الوحش، كل الشعوب بيبقى فيها سلبياتها، كل الشعوب بيبقى فيها مشاكل. لكن بيني وبينك رئيس يحكم دوله 30 عام وبكل سهوله اسوي اللي اسويه، والله حركه خايسه بالمره. ترى يعني كل العالم به مشاكل، ما في دوله تخلو مشاكل. احنا عندنا في المملكه في مشاكل وفي سلبيات. مشكله هذا صغيره، يعني عند الحريم يبغوا يركبوا سيارات، ولكن الدوله ما تلبي لهم هالرغبه. ترى بس بيني وبينك يعني خلاص نقول عفى الله عما سلف. ايش نستفيد احنا كعرب، او ايش تستفيدوا انتم كمصريين من حكم الرئيس؟ ايش تستفيدوا يعني؟ خلاص نترك الحاله خلاص، يعني يكفي اللي حصل لنا. مشكورين ما قصرتوا ان شاء الله. طيبين، تسلموا لي، حياكم الله.